السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل أفكار جميلة جدا وكلها مش هتاخد نص متر من الاستيكر ده. تقدري تعملي زينة رمضان من غير فلوس خالص، يعني ده ب7.5. احنا ما خدناش مثلا نصه. ماشي، وعملنا 4 أفكار سهلين جدا وبره الصندوق خالص يعني. مش عايزين فوانيس بقى، مش عايزين الحاجات دي، هنعمل حاجة مختلفة خالص. معانا ده طبق كده، طبق عادي جدا ازاز. انا خدت الاستيكر وقصيت على قده من تحت بحيث يديني الشكل الخيامية من تحت. وكمان حطيت له اللي تحت دي نص سكرية، الغطا بتاعها اتكسر فثبتها في الطبق. تمام، وحطيت عليها برضو من الاستيكر دوت. وكمان كان عندي الدانتيل دوت، حطيته على الأطراف بتاعة الطبق بحيث يدينا شكل كده جميل جدا، طبق حلويات، طبق يعني حاجات زي بتاعة الكحك كده، تقاطيع جميلة جدا. وعملتيه من الخيامية وشكله رمضاني جميل جدا ولذيذ بصراحة، وفكرته جديدة ومختلفة كمان. تمام، وتقدري تغسلي الطبق من فوق وتمسحيه وتحطي اللي انت عايزاه. خلاص كده هنخش على الفكرة التانية. ده كده كان ده عملناها. ده كان قاعدة كاس مكسور. تمام، كانت بارزة شوية، بشرتها بشرت الإزاز عشان يتساوى خالص، عشان أقدر ألزق البلورة اللي فوق دي. بشرتها بالصنفرة. تمام، والإزاز بقى متساوي، عملته غطاء للبونبونيرة. وده برطمان عادي جدا، وحطيت له برضو ستيكر من نفس الستيكر. قصي بقى الأشكال اللي انت عايزاها، مموجة، مثلثة، آه فاهماني، فبتديكي شكل حلو. تاني فكرة البرطمان. تالت فكرة معانا عملنا شمعدان جميل جدا. برضو ده برطمان صغير، حطينا جواه شوية خرز وعملنا عليه ستيجر. وجبنا برضو قاعدة الكاس المقلوب دي، قلبتها ودخلتها جوه وغلفتها من فوق بالستيكر. يعني انا قلبت دي كده وحطيتها جوه وقفلت بالشمع. تمام، وبعد كده رحت لازقه عليه ستيكر، خدت الشكل ده ورحت حطاه على قاعدة الكاس بعد ما قلبته. فاداني الشمعدان مقفول وجميل وفكرة حلوة جدا جدا وبره الصندوق. وبرده زوقناه بدانتيل عادي جدا، وحطينا له بقى، حطي شمعة الكترونية، حطي شمعة عادية. حلوة كده. الحاجات دي تتحط على الترابيزة كده جميلة جدا. والبونبونيرة هتحطي فيها حلويات. وادي الشمعة بتاعتنا، وادي كمان الايه، الطقطوقه بتاعتنا. الفكره التالتة برطمان عادي خالص خالص يعني. هنعمله فازه، يعني هنحط برضو فيه خياميه وهنعمله فازه. وبالتالي كده انت حصلتي على شكل كامل متكامل ب3 جنيه ونص. الحاجات دي كلها بتبقى عندنا، البرطمانات القديمه دي ب3 جنيه ونص. جددتي شكل السفرة بتاعتك، شكلها حلو قوي قوي. يا رب الافكار تعجبكم، جميله جدا. هشوف دلوقتي وانا بحط الحاجه، هوريكم الشكل كامل وانا بحط الحاجات كده عامله ازاي، بترصي عليها ازاي وبتحطيها. بتبقى في تقديم رمضان وبتبقى مختلفه، ان انت عامله حاجه مختلفه مش موجوده كتير يعني. وفي نفس الوقت مكلفتيش نفسك واشتريتي زينه غاليه ولا الكلام ده كله. ادي البونبونيره بتاعتنا، وادي الشمعدان، وادي الورده. هنحط كيك دلوقتي. يعني شكل الحاجه يبقى احلى كمان. اوريكم التطبيق عملي. كل سنة وانتم طيبين. هنا بصوا بقى، انا هوريكم ان انا دلوقتي بصوا اول قطعة معانا هنحط فيها كيك. بجد طبق جميل جدا. لو عندك ضيف واحد متميز يعني، هتحطي الصينية كاملة متكاملة كده في رمضان، هتبقى مختلفة خالص يعني. تحطي كيك هنا، تحطي الملبس هنا، والصينية كبيرة تاخد تاخد كمان شاي او عصير. تمام، وده البونبوني كده. بس هنعمل زينتنا بايدينا وبحاجات بسيطة جدا. وما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة، وان شاء الله الفترة الجاية في افكار حلوة جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.